جماعه، معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو براجع جهاز في تي اي 910. خلونا نبتدي باكتر حاجه شدتني للجهاز وهي التصميم بتاعه. التصميم بتاع الجهاز من رايي ممتاز جدا. الجهاز خفيف جدا في الايد، جربت اقيسه كان طلع حوالي 150 جرام تقريبا، ممكن يكون ازيد شويه او اقل شويه، لكن انا حاسس ان هو خفيف قوي في ايديا. الوزن ممتاز من رايي. ابعاد الجهاز هي 152 ملم للطول، 75 ملم للعرض، والسمك بتاعه 6.9. حجم الشاشه بتاع الجهاز هو 5.5 انش. 5.5 انش من رايي هو الحجم المثالي ان انت تقدر تمسك فيه الجهاز. زياده بقى 0.2 انش او اقل 0.2 انش، ايا كان في الرينج دوت، يعني اقل من كده بيبقى صغير قوي واكبر من كده بيبقى كبير قوي. فمن رايي الحجم بتاع الشاشه مثالي جدا. بالحديث عن الشاشه، فالشاشه نوعها اموليد سكرين. الاموليد شاشه من الانواع اللي انا بحبها جدا بصراحه، الالوان فيها بتبقى مظبوطه قوي، بقدر اشوف منها كويس في الشمس. مشكله الجهاز ان هو كان 267 بكسل بير انش. 267 بكسل بير انش يعتبر دلوقتي قليل قوي، في حاجات اعلى كتيره جدا، حتى في الفئه السعريه ديت ممكن اجيب بكسل بير انش اعلى من كده، لكن الالوان كانت واضحه، ده المهم بالنسبه لي، وان انا كنت شايف كويس حتى لو كانت الشمس ساطعه قوي. الفينجر برينت سنسور كان في احسن مكان ليه، واللي هو في ظهر الجهاز. ظهر الجهاز اقدر اوصل للفينجر برينت سنسور بسهوله، ان انا احط صباعي عليه بمجرد ان هو يفتح الجهاز خلاص الموضوع اتحل. بطاريه الجهاز 2540 ملي امبير. 2540 ملي امبير يعتبر مش بطاريه كبيره قوي دلوقتي، وفي نفس الوقت ما تعتبرش صغيره قوي. المهم بالنسبه لي هي بتقعد معايا وقت قد ايه، وهل بتتشحن في وقت قد ايه. هي بتتشحن في ساعتين او ساعتين وربع. الوقت يعتبر بالنسبه لي انا طويل نسبيا. دلوقتي ممكن اشحن اسرع من كده بكتير جدا، في فاست شارجر كان ممكن يتحط مع الجهاز يشحن لي اسرع من كده بكتير، لكن كان بيقعد معايا سكرين اون وقت حلو الى حد كبير. سكرين اون بتاع الجهاز كان بيقعد 6 ساعات 6 ساعات ونص، كان دايما في الرينج دوت، مع استخدام الواي فاي ومجرد تصفح الفيسبوك عادي او براوزر، مجرد استعمال خفيف يعني. الجهاز بيجي بذاكره داخليه 16 جيجا بايت مع 2 جيجا بايت رام، وده المعتاد في الفئه السعريه دي دلوقتي. الجهاز بيجي بام تي 6735 مع مالي تي 720. الاس او سي بالنسبه للفئه السعريه اللي هو فيها كانت تعتبر ضعيفه جدا من رايي. في الفئه السعريه ديت انا مش هقبل ان انا اشوف حاجه اقل من ميديا تك هيليو بي 10 على الاقل، او حتى سناب دراجون 615. غير كده ام تي 6735 تعتبر ضعيفه قوي دلوقتي، ما ينفعش ان انا احطها في الفئه السعريه ديت. بالنسبه للموضوع عملي شويه او في الحقيقه او في التجربه العمليه، كان الجهاز يعتبر اداؤه كويس الى حد ما كانش وحش قوي زي ما كنت متخيله، ما كانش ضعيف قوي، لكن برضه كان المفروض اشوف اس او سي احسن من ديت. في الالعاب الثقيله كان بيبقى فيه فريم سكيبنج. الفريم سكيبنج كنت انا بحس بيه، ممكن ما يكونش كان واضح قوي لكن كان موجود. في الالعاب الخفيفه كانت بتشتغل بسلاسه، وده الطبيعي دلوقتي. وفي التقليب في السوشيال ميديا سايت، في البراوزر العادي، الاستخدام العادي لاي شخص، كان الجهاز بيأدي الغرض بزياده الحقيقه. اليو اي مبنيه على مارشميلو 6.0. اليو اي كان واجهني فيها شويه مشاكل وشويه حاجات عجبتني. اكتر حاجه ما عجبتنيش فيها هو مثلا الابلكيشنز كنت بحسها عقيمه قوي. ريسنت ابس كنت بحس ان هو قديم قوي. الجاليري تقريبا نفس الجاليري اللي كان موجود في الجيلي بين، رغم ان اليو اي نفسها موجوده على المارشميلو. بالنسبه للمميزات بتاعه اليو اي، فاول حاجه ههتم ان انا اقولها ان هي كاستمايزبل. اليو اي ديت كاستمايزبل الى حد رهيب جدا، اقدر اعدل في تقريبا كل حاجه واي حاجه فيها، ودي حاجه انا بحبها في الجهاز اللي معايا، لان ديت اكتر حاجه مميزه للاندرويد ان هو بيبقى كاستمايزبل. فكل ما اليو اي تكون كاستمايزبل اكتر، كل ما حاجه دي بتشجعني ان انا اجيب الجهاز اكتر. اليو اي فيه حاجات شبه الستوك قوي. الستوك زي مثلا في النوتيفيكيشن بانل تقريبا نفس الشكل لكن مع لون مختلف. السيتنجز برضو نفس الشكل بتاع الستوك. انا شخص بميل للستوك قوي، فعجبتني الحقيقه شكلها. المي فيفر اللي هي اليوزر انترفيس بتاعت الجهاز، الملخص ان هي حلوه، فيها حاجات عقيمه شويه، فيها حاجات حلوه شويه، محتاجه شويه تعديل ومحتاجه شويه اهتمام، لكن كاساس هي ظريفه الى حد كبير. كاميرا الجهاز الخلفيه 13 ميجا بكسل. في النهار ادتني اداء مقبول، الالوان كويسه الى حد ما، لكن المشكله ان انا كنت لما بعمل زوم كان بيبقى ديتيلز الى حد ما ضعيفه قوي، رغم ان احنا في النهار فالمفروض الديتيلز تكون اقوى من كده بكتير. بالليل كانت بتبقى سيئه الى حد فظيع جدا. الكاميرا بالليل تقريبا ما كنتش اقدر اصور بيها خالص، كانت الصوره بتبقى نويزي، كانت الصوره بتبقى باهته، كانت الصوره بتبقى الوانها مش حلوه. فانت لو هتحتاج تصور بالجهاز بالليل هيكون اختيار وحش قوي ليك الكاميرا ديت.
بالنسبه للكاميرا الاماميه بتاعت الجهاز 8 ميجا بكسل، كانت كويسه الى حد كبير الحقيقه، الوانها عجبتني جدا وانا بصور في النهار، الصور كانت بتبقى كويسه قوي. مشكلتها برضو ان انت لو تعمل زوم كنت بتلاقي ان الديتيلز ضايعه خالص، ودي حاجه مش حلوه طبعا، لكن كصوره كشكل من بره كان شكلها بيبقى حلو الحقيقه. بالنسبه للسنسورز الموجوده في الجهاز، فالجهاز فيه البروكسيميتي سنسور، الاكسلروميتر سنسور، فيه جايروسكوب، فانت لو بتحب تلبس الفي ار هيكون مناسب ليك. ما كانش فيه كومباس، ما كانش فيه باروميتر، وما كانش فيه تمبريتشر سنسور. اخر حاجه وهي رايي في الجهاز والملخص بتاعه. الجهاز من ناحيه شكل وخامات ممتاز، شاشه ممتازه، الشكل بتاع الجهاز الديزاين نفسه عاجبني جدا الحقيقه، لحد دلوقتي انا عاجبني جدا في الفئه السعريه ديت، تقريبا هو احسن شكل. لكن لما نخش من ناحيه عملي، الكاميرا مش قد الفئه السعريه تماما. الاس او سي كانت المفروض تبقى اعلى من كده بكتير، رغم ان هي كانت بتديني اداء مقبول، لكن كان المفروض ياخد اكتر من مقبول بكتير في الفئه السعريه ديت. ده كان رايي في الجهاز ZTE A910، وهستنى منكم رايكم.